عبد الفتاح اهو التقرير اهو. 3 طلقات بفروة الراس، والولد متشال من على باب البيت، جريوا من الكورنيش لغايه البيت بتاعنا جوه في المنطقه، جريوا وراهم لغايه ما فككوا الشباب. كان عندهم تعليمات بيتقال لهم على جميع الاقسام مفيش اي مسيره شبابيه توصل ميدان التحرير. واهو دخلوا لغايه البيت، والله العظيم 3 انا اللي مكحت الدم بتاع مصطفى الصبح تاني يوم السبت بايدي انا من قدام البيت. فهنا الشرطه افترت على الشعب المصري كله. الدكتاتور ما زال موجود وهو اللي بيدور البلد، وانا قلت الكلام ده على الجزيره مباشر. قلت لهم المخلوق الدكتاتور فرعون ما زال هو بيحكم البلد. قبل الكتله السياسيه ما تنطق الكلام ده انا نطقته. فين الكتله السياسيه بتاع البلد؟ الدم ده فين؟ انا عايز اقول للشعب المصري الدم ده مين يجري وراه؟ الشعب المصري كله. بنناشد الشعب المصري كله ان يقف وقفه شرفاء انهم الشباب اللي ضرب النار، الشباب اللي اتسحل على الارض واترمى بالزباله، البنت اللي اتسحلت على الارض واترمت، والعسكري بالجزمه بيضربها في صدرها، والصوره دي واضحه في جميع الجرائد. كمان لا مؤاخذه بالنسبه لك يا استاذه، انت زي اختي واحنا في الاعتصام هنا. ضابط من فوق اللي كانوا بيضربونا بالرخام، من فوق بيحدفوا علينا الرخام، فتح البتلاتة وشخ علينا، ملازم اول وباين ومتصور. الشعب المصري بيتشخ عليه. ده في عهد مين؟ في عهد المشير والمجلس العسكري. انا عايز اسال سؤال للمجتمع كله، مين يدان في موقعة العباسية؟ المشير، المجلس العسكري. مين يدان في موقعة محمد محمود؟ المجلس العسكري. مين يدان في رئاسة الوزراء؟ المجلس العسكري. هل المجلس العسكري المشير